يا مساء الخير. كان في شهر مايو السنة اللي فاتت، كان ليا فيديو كنت بتكلم فيه عن خالد صلاح وسالي عبد السلام لما كانوا عاملين بودكاست، وكان بيتكلم عن حياته وزوجته وزوجته الأولانية وكده، وانتقدت الموضوع وقلت اللقاء كان متوازن، لأني شايف حبة هرمونات الذكورة اللي ناقصة عند خالد هي هرمونات الأنوثة اللي عندي سالي. هرمونات الذكوره اللي زياده عندي سالي. فسالي زعلت، وتقريبا هي بتقول ان هي شافت الفيديو بس من يومين، وقررت ان هي ترد عليا. فبعتت لي اولا، علقت على الفيديو نفسه من بره وقالت: يا ريتك راجل، ده انت حتى من غير اي حاجه. من غير اي حاجه؟ يعني ايه من غير اي حاجه؟ وعرفت منين؟ عرفت منين انا من غير اي حاجه؟ يعني يا ريتك راجل، ده انت من غير اي حاجه، عرفت منين يا سالي؟ ولا تسوى، نفسك تشهر وبرضه مفيش فايده، صفر قبول، كتك خيبه. اوكي، صفر قبول. ده انت ايه اللي مزعلك؟ يعني ايه اللي مزعلك؟ وبعدين كتبت لي: بني ادم تافه. تافه ليه؟ يعني انا كان تقييمي منطقي جدا، واتكلمت، وكان موضوع اجتماعي، وان هو اتكلم على اهل بيته وام ولاده. يعني الموضوع ما كانش فيه يعني ما كانش فيه حاجه تافهه. يعني مش عارف انت شفتها تافهه ازاي. عموما بعد كده دخلت لي على الخاص وبدات تبعت لي رسائل. فانا قررت ان اديها حقها في ان الناس زي ما شافت كلامي على الفيديو، وهسيب لكم الفيديو في التعليقات، تشوفوا كمان الناس تحكم على كلامها وان هي تبقى خدت حقها، ونشوف مين فينا اللي غلطان. فتقول له: ابقى قول له انه ما يسواش، وبيحاول يطلع على قفانا وهو قفا بس. الست بيطلع على قفانا وهو قفا بس. يعني ما هو الست لما تقول لواحد يا قفا، يا قفا، يعني يعني طيب انت بتتاكدي ان انا كلامي صح، وان انت عندك حبه هرمونات ذكوره عاليه شويه. فقلت لها هعلمك درس، لان طبعا هي كاتبه كلام غلط. يعني كاتبه ما يسواش ميم يه على طول، المفروض ميم الف عشان تبقى تنفي، لكن ما علينا. قلت لها انت محتاجه حاجات كده تتعلميها. وبعدين قلت لها هعلمك درس المفروض كانوا اهلك يعلموهولك، ان الكلام والناس اللي ما تسواش لا تستحق عنها الرد. فكتبت لي بقى ايه: اهلي عمرهم ما كانوا اتنشن هورس. وواضح ان هم فاهمين ان هم بيشتموا بالانجلش، يعني هم كده خلاص بقى، يعني ايجيبت. على فكره الكلمه دي عيب جدا يا سالي، ما تطلعش من ست. يعني الكلمه دي عيب، ومش هقول لك زي ما انت كاتبه محترمه ولا مش محترمه، مش يعني، لكن الكلمه دي ما تطلعش من ست. الكلمه دي معناها يا جماعه الباحثون عن الاهتمام، يعني الكلمه المؤدبه اللي تتقال فيها برخص او بعهر يعني. فطبعا او عاهرين الاهتمام. والحقيقه ان الكلمه دي، الناس اللي بيتكلموا عاميه انجليزيه يعني عارفين ان الكلمه دي عيب قوي، والمفروض ما يطلعش من واحده ست يعني. فانا هسيبكم انتوا تحكموا عليها يعني. فما كده انا اتبعت لي الفيديو: انت صعبان عليا يا راجل عجوز، بس قلت لازم ارد عليك عشان تعرف انك ولا تسوى، مش اكتر. والله عمرك ما هتبقى حاجه. فاشل يا بتاع البيند بوستس، بيند بوستس يا بتاع البيند بوستس. فدخلت على صفحتها، والله واول مره اخش على صفحتها بعد ما كتبت لي الكلام دوت، لقيتها عامله بيند بوستس بقى. طب ما انت عامله يا بتاعت البيند بوستس. انت عامله بيند بوستس يا فاضي. ده الوليه اللي التاتا عندها وقت عنك يا منسون. طب ليه انا منسون؟ ليه؟ ده انا اتكلمت في موضوع اجتماعي، حتى الفيديو بتاعك كان موضوع اجتماعي مهم جدا للمجتمع. يعني ايه منسون وفاضي في ايه؟ بس في منك كتير وبرضه نكرة، انت لا تستحق الرد. إيه مش عارف، بس حلفت لا اعرفك اصلك. اصلا انا عارف اصلي، والله راجل فلاح غلبان. طيب ما عندي يعني، ما عندي لا قلت مامي ولا بابي زي ما انت بتقولي في الفيديوهات. يعني انا عارف اصلي كويس. ليه اصلك؟ عشان يمكن تبقى حاجة وعندك محتوى عليه القيمة. طب انت شفت المحتوى بتاعي؟ انت حكمتي على، طب شوفي الفيديوهات، طب شوفي عليه القيمة ولا لا. يا خالتي اكيد ولادك شايفينك فاشل. يا ستي انا وولادي حرين مع بعض، انت مالك؟ زينا، علشان اكيد اهلك مش موجودين. يا كل ده ليه؟ مش عارفك انت. ده انت قد ابويا. طب يا ستي حد يكلم قد ابويا؟ يعني واحد قد ابوك تكلميه بالطريقه دي، تشتميه كده؟ هم دي اللي علمه لك اهلك؟ مش عيب؟
اتكسف على دمك يا عجوز يا فاشل. طبعا وصلة الردح لسه انت ما تسواش، مش ما تسواش، ما تسوو عاملاه واط كتير يعني، علشان مالكش قسمة عايش تعمل فيديو اهبل على قفا الناجحين اللي زينا يا خالتي يا منسون الناجحين. طيب سيبك من يا خالتي يا منسون، وقولي لي الناجحين. طب ممكن تعرفينا النجاح يا سيدي؟ يعني حضرتك عرفينا النجاح وعرفينا الفشل عشان نستفيد من حضرتك. لو انت عندك تعريف للنجاح وتعريف للفشل، يا ريت تقوله لنا عشان نبقى عارفين. لو شاطره قول لنا تعريف النجاح وتعريف الفشل بالنسبه لك ايه. عارف لو كنت في بلدنا كنت علمتك الادب يا اخواني. اخواني وعلمتيني الادب، انا محتاج اتعلم الادب بعد كل ده؟ طيب طب كنت شفتي المحتوى عشان تعرفي اذا كنت توجهات، يعني شوفي الاول قبل ما تقولي الكلام دوت، شوفي توجهات اذا كانت اخوانيه ولا لا. وعرفت كل حاجه وكل المعلومات عنك يا هربان يا عجوز، ويا ريتك حتى تعرف تبقى متصابي. كان لك، لا هي كاتبه لام قاف بس هي المفروض تبقى به قاف. بقى ليك منظر بدل منظرك ده. ماله منظري ده؟ مش عاجبك ايه؟ مش عاجبك الخلقه ولا الخالق؟ طيب قلت لها تنفيذ عملي للدرس لا تعليق، مش هعلق لك لان طبعا انا قلت لك ان الكلام اللي ملوش لازمه ما يستحقش عناء الرد. انا بس بعرضه علشان الناس تعرف الناس دي بتفكر ازاي، والناس تحكم يعني انا اللي غلطان ولا هي اللي غلطان. هديت انت نفسك تعمل لنفسك قيمه برضو، بس انا مش هديها لك. عايش على قفا الناجحين، بس في من يبقاش فيها ناجحين في ايه؟ ان انا بنتقد بعض الافعال من الساده الاعلاميين اللي بيبصوا افكارهم السامه في المجتمع. أنا مش فاهم انا على نفسها ناجحين ازاي؟ انتوا عايزين بس تتكلموا وخلاص؟ اصل انا شفت كده كتير، ما تقلقش وبعرف اتعامل معاكوا كويس، بس اول مره اشوف واحد كبير وعجوز ويبقى بالهيافه دي. ايه الهيافه في اللي انا قلته في الفيديو يا سالي لما انا قلت ان انتوا واحد يعني سوري هو منسون شويه وانت مسترجله شويه، وكل اللي حواليكوا عارفين الكلام ده، وكلامي كان منطقي جدا وحكمي كان منطقي جدا، والكلام كله كان كلام اجتماعي وعلى قضيه اجتماعيه مهمه جدا. ان احنا ما ينفعش بعد ما ننفصل نقعد نتكلم على اهل بيوتنا، عيب. فكلامي يعني ايه الهيافه في الموضوع؟ مش عارف ايه الهيافه اللي انت شايفاها. ان انا قلت لك عبد السلام من غير سلي، انت تربيه نسوان. شفتوا بقى؟ ادي الستات شايفه ان انت لما تقول لحد انت تربيه نسوان دي شتيمه. يعني الستات اللي بتقول حريات وبنعمل والست والكارير والاندبندنت وومن شايفه ان كلمه انت تربيه نسوان دي شتيمه. ادي الافكار. والحقيقه ان احنا كلنا تربيه وانت تربيه ايه يا حضرتك؟ انا ليا الشرف ان امي اللي مربياني، ايه المشكله يعني؟ ومش يعني مش هرد عليك، هسيب الاستاذ محمود سعد هو يرد عليك، ولو في تاني هقول لك. طيب وبعدين قلت لها الفيديو ما كانش اساسا، انا ما كنتش بتكلم عليه، كنت بتكلم على خالد. قالت لي عيب عبد السلام من غير سالي. هي دي اللي زعلتك؟ يا رب في اهل بيتك هو ايه اللي في اهل بيتي، ويبقى عبره بجد، مش عشان ناجحين اللي زيك يتكلموا عليهم ويبقوا اعلى في ايه؟ وناجحين برضه عارفين النجاح ايه هو، وايه هو اللي في اهل بيتي. ان عبد السلام من غير سالي هي دي اللي زعلتك قوي؟ انت ما عندكيش بقرش روح دعابه. ابقى اسمعه تاني وشوف طريقتك وتطلع من الراجل المفروض محترم ولا لا. انا سمعته وعارفه كويس، انا ما بنساش الحاجات اللي بعملها وعارف ان هو. انت اللي اسمعيه تاني وشوفي. انت ما تعرفش القصه كامله عشان كده خدت ذنب عليه وبس. قلت لها لا انا عارف القصه كامله وعندي تفاصيل كتير، وانا مش مسامحه كده كده ليوم الدين والنبي لا تشوفها في ولادك واهل بيتك. جربني في دعوه مظلوم. ايه انت بعد كل ده بعد كل هذه الوصله من الردح والشتيمه لسه شايف ليك حق؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول فاذا عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، وجزاء سيئه سيئه مثلها. يعني اللي عمل فيك حاجه تعملها زيها قدها بالظبط يعني قدرها بكلمتها. انت كل ده ولسه ليك شايفه ان انت مظلومه وليك حق؟ يا ساتر. هتفتكرني ما تقلقش، ويردها لك في اعز ما ليك يا رب اضعاف اضعافها. هي ايه؟ ان سالي من عبد السلام من غير سالي هي دي؟ سيستجيب وهتفتكرني ومش مسامحه ومش هسامح. ايوه هي بقى الجمله اللي هم حافظوا وعند الله تجتمع الخصوم. طيب يا سالي انا كلامي في الفيديو اللي ما عجبكيش كان كلام منطقي وتحليلي
انا شايف ان هو كان منطقي جدا، وسواء لطريقتك وطريقته كان تحليل منطقي جدا ومجرد، ومفيش بيني وبينكم حاجه. انا ان كنت بعمل اي فيديو بنتقد فيه الناس الاعلاميين وما يظهر على الشاشات، ده لتوعيه المجتمع فقط. انت شايفاني بقى فاشل، شايفاني متصابي، شايفاني زي ما انت شايفاني راجل ما عنديش حاجه مش عارف ايه هي، بس انت حره. وادي عرضت كل رايك وكلامك عشان ده حقك، وسايب تعليقاتك على فكره، انا سايبهم لك على الفيديو ما شلتهمش، لان انا مقتنع جدا جدا بحريه التعبير. اشكركم شكرا جزيلا. ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير على فيسبوك وتيك توك، سبسكرايب على اليوتيوب، وتعملوا منشن لسالي. سلام.